بيبدأ الفيلم بطيارة ركاب طايرة في الهواء، وبيكون في 2 ركاب قاعدين جنب بعض، وبيكون واحد من الاتنين دول لابس حزام فيه قنبلة قدامها أقل من دقيقة وتنفجر، فياخدوا الراجل التاني ويفتح باب الطيارة وينط منها قبل ما تنفجر في الطيارة وتقتل الناس، ويفضلوا يطيروا في الهواء، وبيجي حد تاني وبيفك القنبلة قبل ثواني من انفجارها، وبيمسك الشخص اللي كان معاه القنبلة ويفتح الباراشوت وينزل بيه، وبيكون في يخت صغير مستنيهم في المية وبينزلوا جواه، وبينزل الشخص التاني برضه جوه اليخت ويقلع الماسك، وبنكتشف ان الشخص ده ست مش راجل، وبيكون ال3 بنات دول اسمهم ملائكة تشارلي، وبيكون ال3 بنات دول اسمهم ناتالي واليكس وديلان، وبيكونوا بيحاربوا الجريمه مع بعض، وبياخدوا التعليمات من شخص ما شافوش قبل كده اسمه تشارلي، وبياخدوا التعليمات عن طريق جهاز ميكروفون موجود في المقر بتاعهم، ولما بيكونش في عمليه بيعملوها كل واحده فيهم بترجع لحياتها العاديه. وفي يوم بيكونوا في المقر بتاع ملائكه تشارلي، وبيجي بوزلي مساعده تشارلي، وبيتصل بيهم تشارلي ويكلفهم بمهمه جديده، وبيقول لهم ان في شخص اسمه إيريك صاحب شركه اتصالات متطوره اتخطف امبارح، واتسرق برضه برنامج هو عامله اسمه نظام التعرف الصوتي. وبيكون إيريك وقت ما اتخطف معاه فيفيان مديرة شركته، وبس الخاطفين سابوها وما خطفوهاش، وبتيجي فيفيان وبيكون هي اللي وكلت ملائكة تشارلي علشان يوصلوا لإيريك، وبيسألوها عن أعداء إيريك أو المستفيدين من خطفه، فتقول لهم إن خصمه الوحيد شخص اسمه روجر صاحب شركة أقمار صناعية، وكان عايز يشتري شركة إيريك من 6 شهور بس إيريك رفض. وبيكون روجر بيروح مركز مساج معين كل أسبوع، فتروح أليكس وتعمل إنها شغالة هناك، وتقدر إنها تخليه ينام وتاخد مفاتيحه وتعمل عليها نسخة، وتاخد برضه نسخة من المفكرة الإلكترونية بتاعته، ولما بيفوق بتكون أليكس رجعت كل حاجة مكانها، وبيقدروا يوصلوا لواحد من اللي خطفوا إيريك وبيطبعوا صورة ليه، وبيعرفوا ان روجر رايح الليله دي حفله، فيروحوا الحفله بس قبل ما يدخلوا بيحطوا مايكات صغيره على شكل ضرس في بقهم علشان يتواصلوا مع بعض، وبتشوف أليكس الراجل اللي كان في الصوره اللي خطف إيريك، وبتتحرك علشان تروح له بس بياخد باله انها جايه له، فيبدا يتحرك وهي تتحرك وراه، وبيجري منهم وهم بيجروا وراه ويوصلوا ليه وبيشتبكوا معاه وبيضربوه، بس بيدخل مكان فيه ابواب كتيره، وبيكون ورا الابواب اوض فاضيه ما عدا اخر اوضه بيكون فيها إيريك المخطوف، وبيقول لهم تشارلي انهم انجزوا نص المهمه وباقي النص التاني الخاص بسرقه نظام التعرف الصوتي الخاص بإيريك، وبيقول لهم إيريك ان بنظام التعرف الصوتي اللي هو عمله وبالاقمار الصناعيه بتاعت روجر يقدر روجر يحدد مكان اي شخص في العالم من خلال صوته وهو بيتكلم في التليفون، وبيقول لهم تشارلي ان روجر هيكون موجود في سباق عربيات، وبيقرر ملائكه تشارلي انهم يزرعوا كاميرات في شنطه روجر علشان يعرفوا تحركاته، وبيكونوا ملائكه تشارلي فعلا في السباق، وبيكون فعلا روجر موجود في المكان، وبتوصل أليكس فعلا للشنطه وبتزرع فيها الكاميرا، وبتشوف ناتالي الراجل اللي كان خاطف إيريك وبيركب عربيه السباق، وبتركب ناتالي عربيه سباق تانية وبيجروا ورا بعض بالعربيات، وبيخرج الخاطف بره حلبة السباق وبتخرج ورا ناتالي، وبتتنقل المطاردة بينهم للطريق السريع، وبتقدر ناتالي انها توقعه بالعربية من فوق كوبري عالي، وبتنزل عربيته في المية، وبتبين الكاميرا اللي في شنطة روجر مكان الكمبيوتر المركزي اللي في شركته، وبيقول إيريك ان نظام التعرف الصوتي بتاعه بالتأكيد هيكون على الكمبيوتر ده، وبيكون النظام الامن لغرفة الكمبيوتر صعب شوية علشان لازم 2 مديرين يدخلوا في نفس الوقت، وبيتم كشف بصمات لواحد منهم، والتاني بيتعمل له كشف القرنية العين، وبعد كده بيلبسوا بدلة خاصة، وبتكون أرضية غرفة الكمبيوتر حساسة جدا، وأي حركة مش محسوبة هيضرب جرس الإنذار، وبتقدر ناتالي تاخد إزازة شرب عليها بصمة المدير الأول، وبيعملوا منها نفس بصمته، وبيعملوا ملائكة تشارلي نفسهم فرقة موسيقية ويقدروا يعملوا مسح القرنية عين المدير التاني، وبيتنكروا مرة تانية وبيروحوا لشركة روجر، وبتقدر ناتالي وديلان إنهم يعدوا من فحص البصمات وفحص قرنية العين، وبيدخلوا للأوضة وبيلبسوا لبس أبيض خالص علشان كاميرا المراقبة ما تشوفهمش، وبيدخلوا الأوضة الأخيرة اللي فيها الكمبيوتر، وبتقدر ناتالي إنها تعدي من أرضية الأوضة وبتوصل للكمبيوتر، وبتقدر انها تركب جهاز صغير علشان يوصلوا للملفات اللي على الكمبيوتر، وبيكون إيريك وفيفيان عايزين هم اللي يدوروا في الملفات اللي على كمبيوتر روجر، بس الملائكه بيقولوا لهم ان بوزلي هو اللي هيدور في الملفات، وبيقولوا لهم لو لقوا دليل في الكمبيوتر على ان روجر هو اللي خد برنامج إيريك هيبلغوهم، وبيظهر على فيفيان انها متضايقه وكانت عايزه انهم هم اللي يدوروا في كمبيوتر روجر، وبتروح ديلان بيت إيريك علشان تفحص نظام الامان في بيته، وبتشوف صوره وتساله عن الشخص اللي فيها، فيقول لها ان والده وانه كان شغال في الاستخبارات في الجيش بس زميله اللي معاه في الصوره قتله، وبيكون إيريك عايز يقرب من ديلان وبيظهر انه بيحبها، وبيكون الجهاز الكمبيوتر بتاع بوزلي بيدور في الملفات اللي على الكمبيوتر اللي في شركه روجر، وبتيجي فيفيان لبوزلي في البيت وبيكون الخاطف لسه عايش، وبيروح لروجر وبيقتله في الوقت اللي بيروح راجل لناتالي وبيحاول يقتلها بسلسله حديد، وبيجي مجموعه من الناس ويضربوا نار بكميه كبيره على المكان اللي فيه أليكس بس بتقدر انها تستخبى منهم، وبيظهر كده ان في تصفيه جماعيه لملائكه تشارلي، وبتقدر ناتالي انها تضرب الراجل
اللي بيخنقها وتساله مين اللي بعته، فيرد عليها ويقول لها ان اللي بعتته علشان يصفيها فيفيان. وبنرجع تاني لبوزلي وبتكون فيفيان بتحط له مخدر في المشروب بتاعه، وبتتصل ناتالي بديلان اللي اصلا عند ايريك وتقول لها ان فيفيان بعتت ناس علشان تقتلها، وتقول لها لازم تحذر ايريك من فيفيان. وبتروح ديلان علشان تحذر ايريك، بس بتكون فيفيان اصلا موجوده عنده، وبترفع فيفيان سلاح في وش ديلان وبيظهر الخاطف، وبتكون ايريك وفيفيان والخاطف هم الاشرار مش روجر. وبتقول فيفيان انها خطفت بوزلي وخدت الكمبيوتر بتاعه اللي متوصل بكمبيوتر روجر، وبيكون ايريك عمل كل ده علشان ينتقم لموت ابوه من تشارلي اللي هو فاكر انه قتل ابوه. وبيضرب ايريك ديلان بالنار فيتكسر الازاز اللي وراها وتقع، بس بتكون ما ماتتش، وبيكون اللبس بتاعها مسك في الازاز، وبيكون الرصاص ما جاش فيها اصلا وجه في الازاز بدلها. وبتفضل ديلان متعلقه في الهواء بس بتقع وما بيكونش الارتفاع كبير، وبتوصل للارض. ولما بتوصل للارض بتاخد لبس وعجله صغيره من ولدين، وبتوصل ديلان لناتالي واليكس وبتقول لهم ان ايريك هو الشرير، وبيكونوا داخلين المقر بتاعهم اللي بينفجر قبل ما يدخلوا بثواني قليله. وبتقول لهم ان بوزلي مخطوف من ايريك، وبتقول لهم كمان ان بوزلي هيفضل في امان لغايه لما ايريك يقتل تشارلي. وبيستنتجوا ان ايريك سيطر على الاقمار الصناعيه بتاعت روجر علشان يقدر يحدد مكان تشارلي من صوته علشان يوصل له ويقتله. وبيفوق بوزلي من المخدر وبيكون محبوس في اوضه، وبيكون المايك الصغير اللي على شكل ضرس موجود في بق بوزلي، فلما يشغله ويتكلم بيقدر ملائكه تشارلي انهم يسمعوه من الميكروفون الموجود في مقرهم اللي اتدمر. وبيقول لهم انه في اوضه جنب المحيط وان في عصفور من نوع مميز اسمه كاسر الجوز. وبتقول لهم ناتالي ان النوع ده من العصافير بيعيش في مكان واحد، وبيعرفوا عن طريق الانترنت ان ايريك اجر بيت مهجور في المكان ده، فبالتاكيد البيت ده اللي هيكون فيه بوزلي. وبيروح له المينا وبياخدوا قارب صيد بتاع واحد من اصدقاء ديلان، وبيوصل ايريك برنامج التعرف الصوتي بالقمر الصناعي اللي بيحدد الاماكن. ولما بيوصل الملائكه قرب البيت المهجور اللي فيه بوزلي بيسيبوا القارب وبيكملوا الطريق عوم وبيوصلوا للشط. وبتقدر ديلان انها توصل لايريك، بس بتيجي فيفيان من وراها وبتحط المسدس على دماغها. وبتوصل اليكس للسطح علشان تحاول تقطع الاشاره او البث لما يتصل ايريك بتشارلي علشان ما يعرفش مكانه. وبيربط ايريك ديلان في كرسي، وبتقدر ناتالي انها توصل للمكان اللي مخطوف فيه بوزلي، بس بيجي رجاله ايريك وبتشتبك معاهم وتقدر انها تضربهم. وبتكون فيفيان شايفه اللي حصل في كاميرا المراقبه، وبيتصل تشارلي ببوزلي في الوقت اللي متعود يتصل بيه فيه. وبتكون اليكس بتحاول تقطع البث، وبيكون الراجل الخاطف اللي مع ايريك بيتحرك وراها وهي مش حاسه. وبيرد ايريك على تشارلي وبيبدا القمر الصناعي في تحديد مكانه، وبيهاجم الخاطف اليكس، وبيقدر ايريك انه يحدد مكان تشارلي. وبتيجي فيفيان وبتضرب ناتالي بفاس، بس بيجي في الباب اللي جنبها، وبتمسك ناتالي الفاس وبتفتح بيه الباب لبوزلي. وبتضرب اليكس الخاطف وبتشتبك ناتالي مع فيفيان، وبيضرب الخاطف اليكس ضربه قويه وبيوقعها بره البيت، وبيفضل يهاجم فيها. وتقدر ديلان انها تكسر الكرسي وتضرب رجاله ايريك اللي في الاوضه. وبتوصل ديلان لاليكس وناتالي وبيقدروا يضربوا فيفيان والخاطف، وبتربطهم ديلان بسلسله. وبيكون ايريك ركب طياره هليكوبتر ويوجه صاروخ للبيت بتاعه اللي هم فيه، فينطوا بعيد عن البيت في الوقت اللي البيت بينفجر وبيتدمر كله. وبيجي بوزلي بعربيه لقاها موجوده وبيركبوا معاه علشان يلحقوا ايريك قبل ما ينفذ خطته. وبتقدر اليكس انها تثبت سلك في طياره ايريك، وبيتعلق الملائكه في الهواء علشان يوصلوا لطياره ايريك، وبيقدروا فعلا انهم يوصلوا للطياره. وبتحاول اليكس انها تغير اعدادات الصاروخ علشان ما يضربش الصاروخ على تشارلي. في الوقت ده بتدخل ديلان الطياره وبتضرب ايريك قبل ما يضرب الصاروخ، وبتغير فعلا اليكس اعدادات الصاروخ وبتظبطه على الطياره نفسها. ولما بيضرب ايريك الصاروخ بتنط ديلان واليكس وناتالي في البحر، وبيوصل الصاروخ لطياره ايريك ويدمرها تماما. وبيعوم ملائكه تشارلي للشط وبيروحوا للبيت اللي كان فيه تشارلي، وبيكونوا مبسوطين انهم اخيرا هيشوفوا تشارلي. ولما بيدخلوا البيت بيكون تشارلي حاطط صور ليهم في كل مكان، وبيكون السيجار بتاعه مولع بس هو مش موجود، وبيكلمهم زي ما بيكلمهم كل مره بالميكروفون. وبعد فتره بيكون الملائكه على الشط، وبيكون تشارلي بيكلمهم وبيقول لهم ان ابو ايريك كان عميل مزدوج ولما انكشف العدو قتله، وبيقول لهم انه بيعيد بناء المقر بتاعهم وهيبقى جاهز في اقرب وقت. وبيكون تشارلي وهو بيكلمهم على الشط معاهم بس هم مش عارفين. بيبدأ الجزء الثاني من الفيلم في دولة آسيوية، وبيكون في ضابط مخطوف اسمه كارتر، وبياخد الخاطفين خاتم من ايد كارتر، وبتروح اليكس وديلان وناتالي عشان يحرروه. وبتقدر اليكس وديلان انهم يوصلوا لمكانه ويحرروه، وبتحاول ناتالي انها تلهي باقي الناس الموجوده في المكان. ولما بيجوا يهربوا بيشوفوهم الناس وبيضربوا عليهم نار، فيضطروا ينطوا كلهم من الشباك، وبيلاقوا عربيه فيهربوا بيها، بس الناس بيجروا وراهم وبيبقى معاهم صواريخ، وبتيجي دبابه تسد طريقهم. في الوقت ده بيكونوا لسه على الجسر، فيضطروا ينطوا بالعربيه من على الجسر في الوقت اللي الصاروخ اللي اتحدف عليهم بيجي في الدبابه اللي كانت قدامهم. بس لحسن حظهم بيكون في طياره فيقدروا يركبوها ويطيروا بيها ومعاهم الضابط. وبيتصل الناس اللي كانوا خاطفين كارتر بحد وبيقولوا له ان في 3 بنات قدروا انهم يحرروا كارتر، بس بيطمنوا ان الخاتم بقى معاهم. وبعد كده بيوصل المستشار ويليام للمطار وبيركب
ويليام طياره خاصه وما بيكونش حد غيره في الطياره، ولما الطياره تتاخر في الاقلاع بيبص بره الطياره فيلاقي طقم الحراسه كله مقتول، وبيظهر له واحد في الطياره ويرفع عليه مسدس ويقلع المستشار الخاتم اللي كان في ايده. في الوقت ده بيكون البنات اليكس وديلان وناتالي قاعدين مع بعض، وبيجي بيتر ويدي ناتالي دعوه حفله لم الشمل اللي عاملينها اصحابها من المدرسه الثانويه، وبتخرج اليكس وديلان للجنينه، وبيجي جيسون حبيب اليكس عشان يطمن عليها، ويطلع بيتر وناتالي وديلان يسلموا على جيسون، وبيكون جيسون ممثل وجايب لهم تذاكر افتتاح فيلمه الجديد. وبتيجي مكالمه للبنات وبيكون عندهم مهمه جديده، فتروح البنات المقر بتاعهم ويقابلوا بوسلي، وبيكون بوسلي هو اللي بيوصلهم بتشارلي، وبيتكلم تشارلي مع البنات عن طريق الميكروفون كالعاده، ويكون تشارلي مبسوط من اللي عملوه البنات في عمليتهم اللي فاتت، ويقول لهم ان القضيه خدت مسار جديد، ويشغل بوسلي شاشه عرض ويعرف تشارلي البنات على روجير ويكسون مدير المباحث الفيدراليه، ويتكلم ويكسون وتشارلي مع البنات عن برنامج حمايه الشهود، وان في ناس بتشهد على العصابه اللي كانوا شغالين معاهم، وبعدين بيغيروا اسمهم وبيعيشوا في مكان تاني، وبيقول ويكسون ان اسامي الناس دي مكتوبه على خاتمين مصنوعين من التيتانيوم، والبيانات اللي موجوده على خاتم ملهاش لازمه من غير الخاتم التاني عشان الخاتمين بيفكوا شفرات بعض. وبتسال ديلان مين مع الخاتمين دول، فيقول ويكسون ان في خاتم منهم كان مع الضابط كارتر، ويظهر كارتر على الشاشه ويسلم على البنات، ويسالوا البنات ويكسون مين مع الخاتم التاني، فيرد ويكسون ويقول لهم ان الخاتم التاني كان مع المستشار ويليام اللي اتقتل النهارده الصبح في المطار. وبكده بيبقوا الخاتمين ضايعين، والناس اللي في القايمه بقوا مهددين بالموت، وفي شخص اتصل بملوك الجريمه حوالين العالم وعرض عليهم يشتروا القايمه دي، وبيقول لهم كمان ان واحد من القايمه اسمه كوفيلد اتقتل في بيته، وبيطلب تشارلي ويكسون من البنات يحاولوا يجيبوا الخاتمين بسرعه قبل ما يتقتل باقي الناس اللي في القايمه. وبيتحرك البنات وبيروحوا لبيت كوفيلد الشاهد اللي اتقتل، وبتدخل البنات البيت ويقول لهم الضابط اللي هناك ان كوفيلد مات بسبب الاختناق، فبتفتح اليكس بق كوفيلد وتبدا باقي المجموعه تجمع الادله الجنائيه، وبيدوروا في كل مكان عشان يعرفوا حاجه عن القاتل، وبيعرفوا ان القاتل بيستخدم نوع معين من الشمع، وبتخمن ناتالي ان القاتل كان عامل عمليه في ركبته قريب، وبتروح اليكس عشان تسلم على ابوها، وبيكون معاها ديلان وناتالي، وبيكون ماندي ابو اليكس فاكر ان اليكس وباقي البنات بيشتغلوا في مستشفى، وبيروح بوسلي والبنات على البحر عشان خمنوا ان القاتل بيحب التزحلق على الامواج وبيستخدم نوع معين من الشمع في ده. وبتشوف ناتالي واحده كانت من ضمن ملائكه تشارلي قبل كده، وبيكون اسمها ماديسون لي، ويسلموا على بعض وبيتكلموا مع بعض شويه، وبتشوف البنات واحد في البحر عنده علامه على ركبته فيشكوا ان هو القاتل، فتنزل ناتالي البحر وراه، وبتكون اليكس وديلان لسه على البحر، وبيخرج الراجل اللي كانوا شاكين فيه من الميه، وبتخرج ناتالي وراه، وبتقدر اليكس وديلان انهم يلاقوا في هدومه كارت عليه نفس نوع الشمع اللي لقوه في شقه كوفيلد الشاهد اللي اتقتل، وبيكون الشخص ده اسمه امرس، وبيلاقوا كمان ورقه عليها اسم ليو، ويقولوا ان ده ممكن يكون الشاهد التاني اللي هيقتله، وبيكون الكارت اللي عليه اسم ليو اعلان سباق موتوسيكلات، فتاخد البنات موتوسيكلات وتروح لمكان السباق، ويقسموا البنات نفسهم، فتشارك ناتالي في السباق، وتبدا ديلان تدور على ليو، واليكس بتدور على امرس، وبتشوف اليكس امرس، وبيكون هيشارك في سباق الموتوسيكلات، وبيكون في واحد اسمه ليون لابس ازرق وهيشارك في السباق برضه، فتخمن البنات ان ليون هو ليو، ويبدا السباق ويكون امرس بيجري ورا ليو، وبيضرب امرس موتوسيكل في السباق فينفجر الموتوسيكل. في الوقت ده بتركب اليكس وديلان موتوسيكلات وبيروح عشان يمسكوا امرس قبل ما يقتل ليو، وبيحاول امرس انه يقتل اليكس وناتالي وديلان بالمسدس، وبعد مطاردات كتير بيظهر واحد اسمه ماكس لابس اسود وبيقدر انه يقتل امرس وسط السباق ويهرب، وبتقدر ديلان انها تاخد سلسله ماكس وهم في الهواء، وبيكون ماكس من العصابه اللي كان ملائكه تشارلي بيواجهوهم في الجزء الاول، وبيكون ليو طفل عنده 15 سنه، وبيتفاجئ ليو انهم عارفين اسمه الحقيقي، وتوري له ديلان صوره عليها اسمه كانت مع امرس، ومن الصور اللي كانت مع امرس بيعرفوا ان هيلين زاس هي الضحيه اللي كان هيقتلها بعد كده، وبتكون هيلين زاس ده الاسم الحقيقي لديلان. وبتحكي ديلان لناتالي واليكس عن شيماس الراجل اللي كانت بتحبه زمان، وبتقول انها شافته وهو بيقتل شخص، وهددها انها لو قالت لحد هيقتلها، عشان كده ديلان بلغت عنه. في الوقت ده بيكون شيماس لسه في السجن، بس بيخرج من السجن بقرار عفو، وفي وقت خروجه من السجن بيقابل حد وبيديله صور لديلان والختمين اللي عليهم اسماء الشهود. في الوقت ده بيقول ليو ان شيماس قتل ابوه وامه عشان كده شهد ضده، وبتكون ديلان مع سلسله ماكس، وليو معاه واحده زيها، وبيقول ليو ان الراهبات اداها في دار الايتام اللي كان عايش فيه، وبتتنكر اليكس وديلان وناتالي في شخصيه راهبات، وبيروحوا دار الايتام وبيقابلوا الراهبه، وبيشوفوا صور الاطفال اللي كانوا عايشين في الملجأ، وبيعرفوا من الراهبه ان ماكس كان عايش في الملجأ زمان وهو صغير، وانه عمره ما اتكلم في حياته، وفي يوم اختفى من الملجأ وهرب، بس ماكس كل فتره بيبعت هدايا للملجأ، وبيكون ماكس بعت للملجأ النهارده هديه عباره عن عربيه امرس، وبيستنتج البنات مكان ماكس من اثار وحاجات لقوها على العربيه، وبيعرفوا انه في مينا اسمه سان بيدرو، وبيروح البنات للمينا اللي اسمها سان بيدرو وبيحاولوا يجيبوا اي معلومات، وبالليل بتدخل البنات المينا وبيقدروا يوصلوا للخزنه ويفتحوها، بس بيكون فيها خواتم كتيره قوي، وبتقدر البنات انها توصل للختمين الاصليين بعد ما طفوا على سطح الميه او المشروب، بس وهم خارجين بيوقفهم شيماس وبينادي على ديلان باسمها الحقيقي اللي هو هيلين، وبيطلب شيماس من ديلان الختمين، وبتيجي رجالته وبتحاصر البنات، وبتدي ديلان شيماس الختمين، وبتقدر البنات انهم يفصلوا الكهرباء، فتضرب رجاله شيماس النار بشكل عشوائي، ولما النور بيرجع مره ثانيه بتقدر
بتقدر البنات انها تضربهم، وبيهجم شيموس على ديلان بسيفين بس بتقدر انها تضربه، وبعد مواجهه طويله مع العصابه بيقدروا انهم ياخدوا الختمين مره ثانيه، وبيبداوا يهربوا فيجري وراهم شيموس، فيفتحوا خرطوم بنزين وبيوقعوا البنزين على الارض، وبيولع البنات في البنزين اللي وقعوا على الارض قبل كده، وبتنط اليكس وناتالي في قارب في الميه، وقبل ما ديلان تنط معاهم بتشوف شيموس طالع من وسط النار، وبيهددها شيموس ان هيقتل اليكس وناتالي، فتجري ديلان من قدامه وتركب القارب مع باقي البنات، وبتروح ديلان للمقر بتاعهم وبتسيب جواب لاليكس وناتالي وتقول لهم انها مش هتكمل معاهم عشان ما يتاذوش بسببها، وبيجي كارتر عشان ياخد الختمين من بوزلي، وبيشكر ناتالي واليكس على مجهودهم، وبينسى كارتر مفاتيحه، فيحدف بوزلي لكارتر المفاتيح وبيمسكها كارتر بمهاره كبيره، فده بيزود الشك عند اليكس وناتالي لان كارتر كان بيقول انه ضلوعه مكسوره لما اتخطف، بس قدر انه يحرك ايده ويمسك المفاتيح بمهاره كبيره، فتشك اليكس وناتالي ان كارتر هو الشخص الشرير، وتطلع اليكس ورا كارتر بسكوتر وبتقدر تشبك السكوتر في عربيه كارتر، وبتكون ناتالي وراها بعربيه، وبتحط اليكس جهاز تصنت على عربيه كارتر، وبيتصل كارتر بناس كتيره عشان يبيع لهم الختمين، وبتسمع ناتالي اللي قاله من عربيتها، وبيوصل كارتر للمكان اللي هيقابل فيه شريكو، وبتكون اليكس وناتالي لسه مراقبينه، وبيقول كارتر لشريكو ان اتفق مع الناس اللي هتشتري الخواتم، وفجاه بيضرب شريكو النار على كارتر ويقع من ايديه الختمين، وبتكون شريكه كارتر هي ماديسون لي اللي قابلت ناتالي على الشط، وبتكلم ماديسون اليكس وناتالي، وفجاه بتظهر ديلان من ورا ماديسون وبتحاول تضربها، بس ماديسون بتمسك رجلها وتحدفها بعيد وبتبعدها عنها، وبتضرب ماديسون النار على اليكس وناتالي وديلان، وبتيجي الطلقات فيهم وبيقعوا من فوق المبنى، وبتاخد ماديسون الختمين، وبعد كده بتروح ماديسون المقر بتاع ملائكه تشارلي وبتكلم تشارلي وتقول له انها اتخلصت من البنات بتوعه، فبيعرف تشارلي انها بتنتقم منه، فيقول لها انها اتصرفت غلط في قضيه زمان وعرضت اصحابها للخطر، عشان كده هو خرجها من الفريق، ويقول لها تشارلي ان بالتاكيد لسه جواها حاجه كويسه وبلاش تقتل ناس ابرياء، بس ماديسون بتضرب جهاز الميكروفون بالنار وبتخرج من المكان، وبنرجع لاليكس وناتالي وديلان وبيكونوا لسه عايشين عشان لابسين لبس مضاد للرصاص، وبتقول لهم اليكس ان لازم يتحركوا بسرعه عشان سمعت كارتر بيقول انه هيبيع الختمين النهارده بالليل، بس بيكون البنات مش عارفين فين والمين، بس ناتالي بتفكرهم بكلام كارتر اللي كان كله الغاز، وبتستنتج ناتالي ان المكان هو هوليوود، وفجاه بتنفجر عربيه كارتر قدام البنات وتطيرهم لبعيد ويقعوا على الارض، وبتكلم البنات بوزلي اللي بيكون مع امه في هوليوود، وبيوصل المجرمين اللي جايين يشتروا الختمين ومعاهم الفلوس، وبيطلعوا الدور الاخير وبيكونوا في انتظار ماديسون، بس بيوصل واحد من الشرطه ويقول لهم انه مقبوض عليهم، وبيظهر ضباط تانيين على مبنى عالي رافعين اسلحتهم ضد المجرمين، وبيتقبض عليهم كلهم. في الوقت ده بتطلع ماديسون على سطح عماره وبتبص بتلسكوب على الشرطه وهي بتمسك المجرمين، وبتظهر ناتالي واليكس وديلان ورا ماديسون، وبتقدر ناتالي انها تاخد مسدسات ماديسون وتشغل ماديسون قنبله كانت حطاها في المكان، وبتنط او تطير من فوق المبنى، والبنات بينطوا وراها في نفس الوقت اللي بيحصل الانفجار، وتوصل ماديسون للارض وتركب عربيه مكشوفه، بس البنات بيقدروا يحصلوها ويركبوا معاها، وبتضرب ناتالي ماديسون وهي سايقه، وماديسون بترد لها الضربات، وبيخبطوا في عربيه فتتقلب عربيتهم وبتقع البنات من العربيه، ولما بتفوق ماديسون بتضرب ناتالي وبترفع عليها المسدس. في الوقت ده بتوصل اليكس وديلان وبتضرب البنات ماديسون فتقع في مكان، وبتضرب طلقه وبيكون في تسريب غاز فتتحرق، وبتاخد ناتالي الختمين وتروح البنات لبوزلي، وبيكون كمان ليو ابو اليكس موجودين وفخورين بالبنات جدا، وبيتقدم بيتر لناتالي وبيطلب يتجوزها، وبيقرر البنات انهم مش هيبعدوا عن بعض ويعيشوا عيله واحده، ويخلص الفيلم. بيبدا الفيلم ببنت اسمها سابينا اللي بتكون من ضمن مجموعه بنات بيعملوا عمليات خاصه واسمهم ملائكه تشارلي، وبتكون سابينا هي وباقي ملائكه تشارلي بيحاولوا يرجعوا فلوس سرقه واحد اسمه جوني، وبتحاول سابينا تخنقه وتلف الستاره على رقبته، وبتوصل جين وباقي البنات اللي هيساعدوها في المهمه، وبيضربوا معاها باقي رجاله جوني، وتوصل جين للمحاسب وتخليه يفتح الخزنه ويفضيها في شنطه. في الوقت ده بيوصل بوزلي اللي البنات شغاله معاه ويسالهم بوزلي عن جوني، وتكون سابينا رابطاه ومغطيه وشه، ويقول بوزلي انه هيسلم جوني للشرطه، وتمشي جين وسابينا وباقي البنات. وبعد سنه في المانيا بتكون إيلينا اخترعت جهاز لتوليد الطاقه اسمه كاليستو، وبيكون في اجتماع بين إيلينا وبيتر فيلمينج مدير الشركه، وتقول إيلينا الفيلمينج ان الكاليستو ممكن يسبب اضرار اثناء استخدامه او يتم استخدامه بشكل سيء كسلاح، وتقول له إيلينا كمان انها عايزه تعمل تعديل في برمجه الجهاز عشان ما يأذيش حد، فيتهرب فيلمينج منها ويقول لها انهم شغالين على الكاليستو من 5 سنين وهيسوقوه على كده، وانه امن وجاهز، وده اللي هيقولوه لمستر بروج اللي هيشتري الاختراع منهم، ويطلب فيلمينج من إيلينا انها ما تقولش حاجه لمستر بروج وما تفتحش الموضوع ده تاني. ولما تخرج إيلينا من عند فيلمينج بتديها السكرتيره كارت وبتقول لها انه وقع منها، وبيكون الكارت لوكاله تاونسند اللي صاحبها تشارلي. وفي امريكا بيوصل بوزلي لوكاله تاونسند وبيكونوا مجهزين لبوزلي حفله تقاعد، ويكون بوزلي بقاله 40 سنه بيدرب البنات عشان يقدروا يقوموا بعمليات خاصه،
ويكلم بوزلي باقي المديرين في الوكاله ويقول لهم يخلي بالهم من البنات. ويتكلم تشارلي مع بوزلي عن طريق جهاز الميكروفون، ويكون تشارلي باعت ساعه لبوزلي ويقول له ان دي هديه منه بمناسبه تقاعده. وبيشرب بوزلي وباقي المديرين مشروب احتفالا منهم بتقاعده. وبعد كده بيكون ادجار اللي بقى مسؤول بعد بوزلي بيمرن جين، وتيجي سابينا ويقول لهم يحضروا نفسهم عشان في مهمه ليهم في المانيا. وبتروح إلينا تقابل ادجار في مطعم في المانيا، وبتكون جين متنكره في هيئه الجرسون اللي شغاله في المطعم. وبتكون سابينا بتراقب المطعم من مكان عالي، وتدي إلينا ادجار فلاش عليها كل تقاريرها بخصوص جهاز الكاليستو، وتطلب مساعدتهم عشان الكاليستو ما يقعش في ايد شريره. وبتلاحظ جين ان في شخص بيراقب ادجار وإلينا، فتدي جين اشاره لادجار وسابينا، فيرفع الراجل اللي بيراقبهم اللي اسمه هودك سلاحه على جين ويضربها، فتوقع جين من ايد المسدس وتشتبك معاه. ويحاول هودك يوصل للمسدس، وبتحاول جين انها تمنعه، ولما بيوصل هودك للمسدس بيكون مسدس جين وما بيشتغلش غير بمصمتها. في الوقت ده بيوصل ادجار بعربيه، فتنط جين من شباك المطعم وتركب جين العربيه مع ادجار وإلينا، ويركب هودك عربيته ويبدا يطارد عربيه ادجار، ويطلع هودك مدفع من العربيه ويضرب النار على ادجار والبنات. فتقف جين في العربيه وتضرب على هودك نار، وتستمر المطارده بينهم لغايه لما تقدر جين انها تضرب نار على عجل عربيه هودك. وبيكون ادجار اتضرب بالنار في ظهره، فيجي هودك بعربيته ويخبط عربيه ادجار والبنات ويوقعهم في الميه. وتنزل جين وتحاول تنقذ ادجار وإلينا، وتيجي سابينا وتخبط هودك بموتوسيكل، فيفجر هودك جنبها عربيته فتقع سابينا على الارض. وبتقدر جين انها تنقذ إلينا من تحت الميه، وبيكون ادجار مات بسبب الطلقه اللي جت في ظهره. وبتيجي واحده اسمها ريبيكا وتقول للبنات ان هي بقت المسؤوله عنهم بدل ادجار، وتاخدهم معاها البيت امن من بيوت المنظمه. وفي البيت بتتكلم ريبيكا مع إلينا عن جهاز الكاليستو، وتقول إلينا ان الجهاز فيه عيب وممكن الناس تستخدمه كسلاح، ويستخدم كقنبله كهرومغناطيسيه تاثر على الدماغ والشبكات العصبيه اللي في جسم الانسان، وبكده ممكن يتقتل بيه اي حد بدون دليل. وبالاضافه لكده انه ممكن يشتغل من على بعد. وبتقول لهم إلينا انهم صنعوا 6 نماذج اوليه في الشركه بالاضافه للنموذج اللي في معملها. فيقرر ملائكه تشارلي انهم يروحوا الشركه وياخدوا الاجهزه. فتروح إلينا الشركه وهي متنكره، وتقدر انها تدخل الشركه بعد ما تتفتش. وبتقدر سابينا وجين انهم يلبسوا نفس إلينا ويدخلوا للشركه بعد ما سرقوا بطاقات من ناس شغالين جوه الشركه. وتقول جين لسابينا تجيب اجهزه الكاليستو، وتقول لإلينا تجيب النموذج الاصلي من معملها، وتقول جين انها تشغل الامن لغايه لما يخلصوا. وتروح سابينا وما تلاقيش اجهزه الكاليستو في مكانها، وتعرف ان اللي خد الاجهزه بيتر فيلمينج مدير الشركه. في الوقت ده بتوصل إلينا للنموذج اللي في معملها، بس بيشك الامن فيها فيتحركوا على المعمل بتاعها، ويروح الامن المعمل بس ما يلاقوهاش. في الوقت ده بتعمل سابينا حركات تشدد بها رجال الامن، فيشوفها رجال الامن على كاميرا المراقبه ويفتكر انها إلينا، ويلاقي الامن إلينا موجوده في كذا دور في نفس الوقت. وبتقدر سابينا انها تخرج من الشركه، وتتصل إلينا بواحده زميلتها اسمها سوزان وتقول لها تجيلها على المعمل. فيمسك الامن سوزان بنفس لبس البنات، ويقفل الامن كل البوابات، وتكون إلينا وجين لسه ما خرجوش بالجهاز، وتستخدم إلينا الكاليستو كقنبله كهرومغناطيسيه عشان تفتح البوابه. بس بيدخل رالف راجل الامن عشان يمسك إلينا وجين، فتحذروا إلينا عشان يبعد عن الجهاز عشان هينفجر. بس رالف مش بيسمع كلامها، فتنفجر القنبله قريب من رالف فيقع على الارض ويموت. ويتفتح الباب وتركب البنات مع ريبيكا وسابينا العربيه، وتروح ريبيكا والبنات لبرلين ويدخلوا مبنى ويقابلوا هناك واحد اسمه القديس، ويسلموا عليه ويعرفوه على إلينا. ويكون القديس هو اللي بيهتم بصحتهم واكلهم واسلحتهم. وتعرف ملائكه تشارلي من كاميرات المراقبه ان فيلمينج كان في المطار وسافر من المانيا لتركيا، وبيخمنوا انه مسافر هناك عشان يبيع اجهزه الكاليستو اللي معاه. في الوقت ده بيروح بوزلي لواحد صاحبه ويخليه يكشف على الساعه اللي جات له هديه من تشارلي عشان يشوف فيها جهاز تتبع ولا لا، ويقول له صاحبه ان ما فيهاش جهاز تتبع ولا حاجه. ولما يودع بوزلي صاحبه ويحضنه بيرصد الجهاز بتاعه اشارات جايه من جسم بوزلي، ويقول له ان في جهاز تتبع فعلا موجود جوه جسمه. ويفتكر بوزلي ان ريبيكا في حفله تقاعده شربته مشروب، فيخمن انها حاطه له حاجه في المشروب ده. وبننتقل بعد كده للبنات، وبيكون القديس بيوريهم السلاح الجديد اللي عباره عن بندقيه بتحدف سهام مخدره، وبيدي القديس لإلينا اسوره هتقدر من خلالها تسمع جين وسابينا، وتوصل ريبيكا والبنات لتركيا ويحاولوا يعرفوا مكان فيلمينج قبل ما يبيع الجهاز. وتقول جين ان لها واحده صاحبتها اسمها فاطمه عايشه هنا في تركيا وممكن تساعدهم انهم يعرفوا مكان فيلمينج. وتروح جين لفاطمه وتوريها صوره فيلمينج على الموبايل وتسالها عن مكانه، وتجيب جين لفاطمه عربيه مليانه مستحضرات طبيه للمؤسسه الخيريه اللي مسؤول عنها فاطمه. وبتقول فاطمه لريبيكا ان فيلمينج موجود في فندق الباشا، فتروح البنات لفندق الباشا ويستنوا لما فيلمينج ينزل، وبعدين يدخلوا اوضته بعد ما تنكروا في شخصيه ناس شغالين في الفندق، ويوصلوا اللاب بالتليفون وينقلوا كل المعلومات اللي على اللاب. وتروح ريبيكا وجين ويراقبوا فيلمينج في السوق، وتخبط جين في فيلمينج فيقع
فيقع موبايله، فتاخد ريبيكا الموبايل وتحط فيه شريحة تسجيل عشان يسمعوا مكالماته. وتعرف سابينا والبنات من شريحة التسجيل ان فيلمينج هيبيع الكاليستو بكره في سباق الخيول، وتقول ريبيكا انهم لازم يوقفوا البيع لانه اكيد هيبيعوا لتاجر سلاح، وتعرض إلينا عليهم انها تشارك معاهم عشان ترجع الجهاز وتعدله. وفعلا تشارك معاهم إلينا وتخترق نظام كاميرات المراقبة اللي في السباق، وبتكون جين هتتولى مسؤولية الناس اللي موجودة في السباق. وبتكون مهمة سابينا ان لما يظهر جهاز الكاليستو تاخده من غير ما تسيب وراها اي اثر. وتشوف إلينا شخص قطري اسمه عليم حسن وبيكون معاه حراسة كتير وغني جدا، فتفتكر إلينا والبنات ان هو ده اللي هيشتري الكاليستو. وتشوف إلينا فيلمينج اللي بيكون معاه شنطة فيها الكاليستو، وبيكون معاه هدك اللي قتل إدجار، فتضرب جين عليه الاسهم المخدرة بس ما بتجيش فيه وبتيجي في حد من حراسه، فيركب هدك عربية مرسيدس ويتحرك بسرعة، وبتجري وراهم سابينا بس مش بتلحقه، فتاخد سابينا حصان وتجري وراه وتبقى عايزة تحط في عربيته جهاز GPS. وبتقدر سابينا انها تحط جهاز الGPS على العربية وتتابع جين حركة العربية وتلاقيه خارج بره المدينة ناحية مكان لتقطيع الصخور. وبتوصل ريبيكا والبنات للمكان وتحاول جين تدخل المكان، وبتقدر توصل لغرفة التحكم وبتضرب الحارس اللي هناك، وتخدر سابينا عامل تاني ويدخلوا لجين غرفة التحكم، وتخرج جين وسابينا عشان ياخدوا الجهاز. وبتتحكم إلينا في النظام وتقفل البوابة، وينزل فيلمينج من عربيته ويقابل جوني اللي بوزلي قال انه هيسلمه للشرطة في اول الفيلم، ويدي فيلمينج لجوني جهاز كاليستو، ويطلب جوني من فيلمينج انه يجرب الجهاز على اي حد، فيقول فيلمينج ان كل حاجة عن الجهاز مكتوبة في التقرير. وبعد كده بيقتل هدك فيلمينج، وبيكون هدك بيشتغل لحساب جوني من البداية. وتحاول البنات تبلغ ريبيكا باللي حصل بس ما بتردش عليهم وتسيبهم وتمشي من المكان، ويحاول الناس يخرجوا من المكان بس إلينا بتكون قافلة البوابة من غرفة التحكم، فيطلع واحد لغرفة التحكم عشان يفتح البوابة، وتضرب جين أسهم مخدرة على 2 من الحراس، فيقع واحد منهم قدام هدى، وتشتبك سابينا وجين مع الحراس، ويوصل واحد من الحراس لغرفة التحكم ويشتبك مع إلينا، فتضغط إلينا على زرار فتح البوابة بالغلط فتتفتح البوابة ويهرب جوني من المكان. وبتكون إلينا بتتخانق مع الحارس فيحدفها مرة تانية على لوحة المفاتيح، فتدوس على زرار قفل البوابة فما تقدرش سابينا انها تلحق جوني. وبتحاول جين انها تلحق هدك اللي بيكون معاه شنطة الكاليستو بس بيهرب منها، وتقع سابينا وواحد من الحراس في جهاز تكسير الحجارة. وبتقدر إلينا انها تنقذ سابينا بسلسلة حديد، وتقول جين لسابينا ان هدك هرب وخد معاه جهاز الكاليستو، وتركب سابينا وجين وإلينا مركب ويروحوا لمقرهم بس مش بيلاقوا ريبيكا، فيفتكر البنات ان ريبيكا خانتهم، وبيكلم بوز للبنات ويقول لهم انهم في خطر ولازم يخرجوا من البيت حالا، وينفجر البيت. وتحاول إلينا تخرج وتيجي ريبيكا بس بيجي بوزلي يساعد إلينا ويقتل ريبيكا، وياخد بوزلي إلينا ويمشي. وتفوق جين وتحاول تفوق سابينا بس سابينا بتكون فاقده الوعي، وتشيل جين سابينا وتوديها لفاطمه اللي بتعالجها وتهتم بيها، وبتفوق سابينا اخيرا. ويوصل القديس وريبيكا لسابينا وتحاول جين انها تهجم على ريبيكا عشان كانت فاكره ان هي خانتهم، بس بتقول لهم ريبيكا ان المفروض تبقى ميته لولا اللبس المضاد للرصاص اللي كانت لابساه. وفي نفس الوقت بيقول بوزلي لإلينا ان عندها ميعاد مع مستر بروك عشان يتكلموا عن جهاز الكاليستو، وتقول له إلينا ان جهاز الكاليستو اتسرق، بس بيجي هدك ومعاه الشنطه اللي فيها الكاليستو ويديها لبوزلي، وبنعرف ان جوني وهدك شغالين لحساب بوزلي. وبتكون ريبيكا بتراقب بوزلي وعارفه تحركاته، وبتكون سابينا وجين مصدومين لما عرفوا ان بوزلي هو الخاين، وبيستنتجوا ان إلينا هتقابل بروك في الحفله اللي عاملها، وياخد هدك إلينا عشان تقابل بوزلي، ويطلب بوزلي من إلينا انها تعلمه ازاي يستخدم الجهاز ويعيد برمجته، فترفض إلينا انها تعرفه اي حاجه عن الجهاز. وفي حفله بروك بتوصل جين وسابينا وبيقدروا يعرفوا مكان إلينا، ويوصل بروك لبوزلي ويشكره عشان قدر يرجع الجهاز من فيلمينج، وبيطلب بروك من بوزلي انه يخلص من إلينا في اسرع وقت. وبعدها بيحاول بروك يخرج من الاوضه فيمنعه هدى، وبياخد بوزلي بصمه بروك بالعافيه عشان يدخل على نظام تشغيل جهاز الكاليستو. في الوقت ده بتحاول جين وسابينا يفتحوا خزنه بروك، فتيجي اشاره لبروك على تليفونه ان في حد حاول يفتح خزنته، ويبعت بوزلي هدك عشان يشوف مين اللي بيحاول يفتح خزنه بروك، ويوصل هدك لجين وسابينا ويشتبك معاهم. في الوقت ده بتدخل إلينا على برنامج جهاز الكاليستو وتغير بصمه الصوت لصوت بوزلي، ويطلب بوزلي من الجهاز انه يعمل انفجار بسيط في الاوضه اللي هم فيها عشان يخلص من إلينا. وبينزل بروك وبوزلي على الحفله وبتضرب جين هدك وتحدفه وسط الناس في الحفله، وتروح سابينا عشان تلحق إلينا وتقول لها إلينا انها برمجت الجهاز عشان ينور ويعمل صوت بس. وتيجي ريبيكا وتشتبك مع بوزلي ويقول بوزلي الحراس ويقتلوها، بس النور بيطفي، ولما بيرجع النور بتكون جين وسابينا وإلينا موجودين وقدروا انهم يخدروا كل الحراس عن طريق باقي البنات اللي في منظمه ملائكه تشارلي. وبيكون بوزلي شايف انه احق واحد انه يمسك مسؤوليه الوكاله بعد تشارلي، وتاخد جين وسابينا إلينا معاهم ويقولوا لها انها من النهارده هتبقى ملاك زيهم وهيدربوها وهتشتغل معاهم، ويبداوا يدربوها على الالعاب القتاليه والقفز من الطياره وانها تسوق طياره، وتنجح إلينا في ده ويخلص الفيلم.